طيب تأكيدا كده الكلام ده عن الزمالك الفيديو اللي فات بتاع ماتش حرس الحدود. واتكلمنا ان جروس طبعا بدأ يغير من خطته. بدأ يحط ايده على نقط القوة بتاعة الفريق ونقط الضعف طبعا. بدأ يحسن ويطور من بعض أداء بعض اللاعبين. بدأ يبقى في انسجام أكتر، في لا مركزية في الأداء. يعني بنشوف لاعبين الوينجات في الزمالك متحركين. انت ما بتبقاش عارف هم بيلعبوا ايه. يعني زيزو دايما بتلاقيه بيدخل لجوه. كذلك مصطفى شلبي اللي احنا شايفين بقاله ماتشين ثلاثه اهو مستواه متطور جدا مع جروس، وبدا شكله يتغير بالفعل. واحنا انتقدناه كتير، ولازم زي ما بننتقده لازم لما يأدي كويس او يبدا يمشي في الطريق الصح لازم نبدا نقول برضو ان مصطفى شلبي بدا يتطور وبدا يحرز اهداف. ده اللي احنا كنا بنطلبه دايما. مصطفى شلبي دايما كان ياخد الخط ويعمل الاوفر، يا يعمله صح يا ما يعملوش خالص. لكن هو دلوقتي بدا بنشوفه بيدخل لجوه، سواء وهو الكوره معاه او الكوره مش معاه. شفناها في كذا جون والكوره معاه بيدخل بيها لجوه وعلى يمينه وبيعدي ناحيه الجون وبيحرز اهداف. وشفناه من غير كوره ان هو كان بيعمل تكمله عدديه جوه ال 18 في العرضيات وبتعمل له. بدا يحرز حتى براسه زي ما شفنا الماتش اللي فات. بصراحه اداؤه كويس، وده طبعا يحسب لجروس. هنعيد تاني اللي اتقال الفيديو اللي فات، ان شفنا تطور هايل لمصطفى شلبي. وزيزو برضو، يعني زيزو برضو كان مستواه بعيد الفتره اللي فاتت، بدا دلوقتي يدخل. زيزو انا شفته الماتش اللي فات كان يعتبر بيلعب هاف وبيضم لجوه كمان 10. شفناه عمل اوفرات كتير جدا. يعني لو تعد كده لزيزو امبارح عمل كام عرضيه وعرضيات صح، هتلاقي لا عمل عدد كبير جدا، اكتر من 10 15 اوفر، وكلهم كانوا معمولين صح. في منهم اللي جه جوان وفي منهم اللي كان خطر جدا على الجون وضاع، زي الكور بتاعت سيف الجزيري اللي بالمناسبه كان متالق وهنجيله دلوقتي. لا زيزو بدأ يدخل تاني، بدأ يركز اكتر. حتى في غياب عبد الله السعيد شفنا الفرقه برضو كانت كويسه. طبعا هرجع اتكلم تاني على لعيب انا شايف ان هو يعني تألق جدا، او اعاده اكتشاف محمد شحاته مع جروس. محمد شحاته انا بشوف ان هو بلغه الكره كده هو معلم في نص الملعب. لعيب بيجري كتير جدا جدا، بيجري على كل كوره، بيكافح، بيقطع عدد كور كتير جدا، وفي نفس الوقت بنشوفه بيلعب على الجون، بيكمل تكمله عدديه، بيشوط من بره ال 18. سرعات الكور العاليه اللي بيعملها من في ورا المدافعين، ال1 3 اللي بيعمله مع الفيرود او مع الهاف زي زيزو او مصطفى شلبي. انا شايف محمد شحاته بيقدم مستوى هايل جدا. واعتقد يعني لو فضل مستمر بالشكل ده هيكون ليه مكان مع منتخب مصر، خصوصا ان هو لعيب صغير وعنده روح وبيقدم اداء محترم جدا. شايف ده برضو احد مكاسب الزمالك واحد اكتشافات واحد تطورات جروس، اللي بدأ فعلا يقرا لعيبه الزمالك وبدأ يستقر اكتر. واعتقد برضو مع رجوع ناصر ماهر واحمد حمدي هيبقى الموضوع في نص الملعب منافسه قويه جدا جدا ما بين اللعيبه دي. يعني بتتكلم عندك في المكان ده عندك عبد الله السعيد، عندك ناصر ماهر، احمد حمدي، زيزو بيلعبها. في احد اكتشافات برضو اللي نسيناه برضو امبارح محمد عاطف. محمد عاطف بيثبت نفسه امبارح، بيقول انا موجود. لعيب كويس جدا 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 وعنده ثقه في نفسه، لعيب صغير في السن وبيلعب في نادي كبير زي الزمالك وتحت ضغوطات ان هم بيقولوا هيمشي وهيقعد، وبرغم كده احنا بنشوفه بيأدي اداء هايل جدا امبارح. عنده ثقه كبيره جدا، بيشوط على الجون كويس قوي قوي قوي، بيعدي مهاري واحد لواحد، بيعدي كويس قوي، جريء لدرجه ان هو الوحيد اللي كان بينزل من خط الهجوم وينزل لنص الملعب او للمساكين وبيشاور انا عايز الكوره. فالراجل بيقول لك انا موجود مش خايف، عنده ثقه في نفسه، لعيب ايجابي جدا على الجون. لا الزمالك اعتقد ان هو اكتشف صفقات
كانت موجوده عنده بالفعل ما كانتش بتلعب او ما كانتش بتشارك او كانت خلاص ماشيه، وشايفين ان هم بقوا لعيبه اساسيين في الزمالك، وعملوا تكمله عدديه للنقص العدد اللي كان في لعيبه الزمالك. زائد طبعا اللعيبه اللي بنقول هترجع تاني برضو، فاعتقد هيبقى في خناقه في نص الملعب على مين اللي هيلعب الفتره الجايه. فدي حاجه كويسه. كذلك برضو خط الدفاع احنا بنشوف حسام عبد المجيد اداء هايل وثابت بقاله فتره كبيره قوي. عوده الونش طبعا وشفناه الماتشات اللي فاتت كان هايل جدا وكان مادي اداء كويس قوي، وبدا يدي ثقه لدفاع نادي الزمالك. وطبعا رجوع المسلوسي من الاصابه، فبالتالي بقى عندك اكتر من لاعب في حته الدفاع اللي احنا كان عندنا مشكله فيها، بدا يبقى عندك فيها استقرار الى حد ما. اعتقد الزمالك ممكن يكون محتاج معاهم مساك كمان يكون برضو تحسبا لاي اصابات وضغط الماتشات اللي جايه، افريقيا ودوري وكاس وغيره. فاعتقد الزمالك ممكن يكون محتاج برضو مساك معاهم زياده. لو هنيجي بقى للحته الهجوميه، طبعا هنشوف ان مع عوده سيف الجزيري خصوصا بعد استقراره بعد ما جدد، بدأ تحس ان في اريحيه شويه، بيلعب بثقه اكتر، تحس بادائه ان هو مستريح. شفنا امبارح ان هو وصل للجون كتير قوي وضيع اكتر من فرصه، وفي نفس الوقت احرز اهداف واحرز هدفين طبعا. وشفنا طبعا الجون الثاني جون عالمي. بشوف ان الجزيري بدأ يستعيد كتير من مستواه وقوته التهديفيه. طبعا هيبقى دي في حاجه كويسه لنادي الزمالك طبعا، ان هو هيبقى فيه زي منافسه ما بينه وما بين ناصر منسي وحسام اشرف. طبعا بشوف ان الحته الهجوميه الى حد ما بدات الدنيا تظبط شويه مع تالق مصطفى شلبي، بس ستيل احنا محتاجين هاف، على الاقل هاف واحد يكون مع زيزو ومصطفى شلبي. وشفنا الناحيه الثانيه برضو تالق محمد عاطف، اللي بيثبت لك ان احنا دلوقتي عندنا هاف كويس جدا، خصوصا ان هو اشول فمختلف لعبه شويه عن زيزو، فيقدر يديك الاضافه في المكان ده لو انت حبيت تدخل زيزو لجوه وتلعب واحد هاف يمين برجله الشمال بيدخل لجوه بيضم لجوه بيلعب على الجون، خصوصا ان هو جريء على الجون وبيشوط ورجله كويسه جدا على الجون. فانا بشوف ان انت محتاج ناحيه الشمال واحد مع مصطفى شلبي، واعتقد كده سكوادك هيبقى شبه ممتاز. يبقى بس الديفندر الصريح، اعتقد ان في محمود جهاد قرب جدا من نادي الزمالك. المكان ده مهم جدا مع دونجا، نظرا لان احنا عندنا مباريات كتير، لا قدر الله اصابه لدونجا او استبعاد او ايا كان، هيبقى عندنا ازمه في حته رقم 6. محتاجين المركز ده جدا، واعتقد ان الزمالك وقتها مش هيبقى محتاج حاجه كتير. فننتظر احنا شهر يناير ان شاء الله اللي احنا فيه ان هم يقدروا يخلصوا الصفقتين في الاماكن دي. بشوف ان الزمالك مع اكتشافات جروس ولعب بعض اللاعبين اللي ما كانوش بيلعبوا، ان الزمالك وفر على نفسه كتير عدد صفقات كان ممكن يجيبها اكبر. بشوف ان الزمالك دلوقتي هو محتاج لعيب او اتنين بالكتير قوي، ده وجهه نظري انا. محتاج حد في الهاف الشمال، ومحتاج لعيب رقم 6، ده انا وجهه نظري. هيوفر على الزمالك كتير جدا جدا جدا. لو الزمالك حتى لو جاب لعيب محلي في رقم 6 وليكن محمود جهاد زي ما قلنا. واعتقد لو الهاف يبقى اجنبي، ورحيل طبعا مش لاقي ان هو مش قادر يقدم على نادي الزمالك، مش عايزين نقول ان هو لعيب وحش، ولكن هو مش قادر يقدم على نادي الزمالك في ظل حتى الاكتشافات جروس وان هو بدا يلعب الناس كلها، مش قادر يثبت نفسه برضه. فانا بشوف ان الزمالك يقدر يستبدله بلاعب اجنبي تاني يكون افضل مع مصطفى شلبي رقم 6 زي ما قلنا. وبشوف ان الزمالك الباك الشمال ما عندوش ازمه خالص، الزمالك عنده 3 لعيبه على اعلى مستوى في الباك الشمال، احمد فتوح، بنتايج، محمد حمدي. مفيش مشكله خالص في المكان الشمال. الناحيه اليمين يمكن تقريبا مفيش الا عمر جابر، وفي لعيب صغير مش اسمه احمد محمود تقريبا. فاعتقد برضو مش ازمه كبيره لان ممكن المسلوسي يلعبها برضو الحته اليمين. فبشوف ان الزمالك ما عندوش مشكله تاني غير هو في رقم 6 والهاف الشمال. لو قدر يجيبهم في الفتره دي اعتقد دي حاجه كويسه جدا، في ظل ان الزمالك طبعا ظروفه صعبه جدا ومعهوش امكانيات دلوقتي ماديه كويسه. انا شايف ان الافضل لنادي الزمالك يقدر يجدد للعيبه اللي موجوده، ده الاهم بالنسبه لي. واحد زي زيزو، عبد الله السعيد، عمر جابر، الونش، في لعيبه كتيره جدا مهمه جدا، وتفعيل عقد بنتايج ان هو يقدر يكمل مع الزمالك حق الشراء. انا بشوف ده افضل للزمالك جدا من ان هو يروح يشتري لعيبه جديده. لا، ادي اللعيبه فلوسها اللي موجوده، ريحهم، في نفس الوقت جدد اللعيبه اللي خلاص عقودها بتنتهي. انا بشوف ان الزمالك كده هيكون افضل ليه احسن ما اجيب صفقات.